بكم. وصفتنا اليوم بدون عجن، خفيفة بنينة ومثالية للضيوف. خليكم معايا للنهاية باش تشوفوا كل أسرار. بسم الله. للحشو عندي نص صدر دجاج، قطعته شرائح طولية ورقيقة وهكذا باش يطيب لي بالخف. وضعته في مقلاة بها زيت، ثم نضيف التوابل: نص مغرف صغيرة كركم، سكينجبير، عكري، ملح، وربع مغرف صغيرة فلفل اسود. وليت حابة تزيد كيري دجاج تزيد، انا ما كانش عندي. ونقلي الدجاج ثم نضيف حبة بصل صغيرة وزوج فصوص ثوم رابي، خليهم يتقلاو مع الدجاج. نغطوه ونخلوه يطيب على نار قليلة. وفي هذا الوقت نروح نحضر العجينة اللي راح تكون سهلة بدون عجن، وفي دقائق فقط تكون جاهزة. نضع في إناء كأس ماء، كأس حليب، حبة بيض، رشة فلفل أسود، ورشة راس الحانوت اختيارية. واللي عندها أعشاب عطرية منسمة تقدر تزيدها. ثم نضيف نص مغرف صغيرة ملح، وربع مغرف صغيرة سكر، وملعقة كبيرة زيت. أخلط المكونات ونزيد كاس فرينة. نخلط ونكمل نزيد نص كاس فرينة تدريجيا، ونخلط جيدا باستعمال الفوي باش ما تبقاش حبيبات الفرينة، وهذا هو سر الفطائر باش يجو خفاف. نغطي الخليط ونخليه يرتاح الوقت ليوجد فيه الحشو. ونجول الحشو بعد ما يطيب الدجاج نضيف 3 ملاعق كبار من الكريمة السائلة، راح تخلي لك الحشو كريمي ومشي ناشف. وبعدها نبدا نطيب الفطائر في مقلاة ما تكونش تلصق، نديروا لها شويه زبده، خلوها تسخن مليح، ومن بعد نخلط الخليط. شوفوا القوام تاعه، ونفرغ كميه من الخليط ونحطها فوق نار متوسطه، وتمتم يطيبوا ويتحمروا. ما تيبسوهمش باش ما يغبنوكمش كي تجو تلفوا العجينه مع الحشو. نقلبها ونكمل بنفس الطريقه. وها هو الشكل نتاعهم، يجوا ما شاء الله هايلين، خفاف وما يدوش قاع الوقت، خير من خبز الطاكوس ب1000 مرة. ودرك نروحوا لطريقة التشكيل. وهنا السر الثاني لهذا الفطائر، انه الحشو اللي يكون ناشف من السوائل وبارد باش ما يقطعلكش العجين عند اللف. نضع الحشو في الوسط ونزيد له فرماج رابي، نلفها برفق حتى نحصل على شكل مرتب وشباب. هنا السر باش يجو متحوفين، ما ليقش نكثر الحشو باش ما تتفتحش الفطاير. ونروح نحمر الفطيرة في المقلاة اللي كنت حطيت فيها شوية زبدة وخليتها تسخن. نحمرها ونقلبها حتى تاخد لون ذهبي وشكل بزاف شباب ويشهي في نفس الوقت. غير جربوهم وما راحش تندموا. وهنا قطعتهم بهذه الطريقة إلى قطع متساوية، ثم رتبتهم في صحن التقديم كيما راكم تشوفوا، وزينتهم بخطوط من صلصة الجبن، ورشيت عليهم شوية معدنوس، وزدت تزيين بسيط بالطماطم والخيار، وانتوما زينوهم بواش عندكم. نتيجة فطائر ذهبية مقرمشة من برا وكريمية وبنينة من الداخل، وكما شفتوا بلا تعب، والأهم أنها بريستيج وبشكل جديد يحمر لك وجهك في عرضاتك هذا الصيف. وبهذا نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. نتمنى تكون عجبتكم، وإذا استفدتوا منها ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة.